المحاولة موجودة، بكوش يمشي كرة جميلة، يتقدم زريدة يمشي كرة أمامية لكنها طويلة. نشاهد ونتابع لأن الكرة موجودة خطيرة براس الله. شباب بلوزداد يسجل الأول. الفريق الجزائري يضع البصمة الأولى في بطولة كأس الملك سلمان. يا سلام يا سلام، كرة محاولة لتثبيت ردة الفعل بشكل سريع ولكن تتخلص الكرة في وسط الملعب. المحاولة مستمرة لشباب بلوزداد ولكن الكرة إلى سوى تمريرة لصالح الفريق. الكرة مستمرة تعود، لمسة والتمريرة الآن ممتازة خطيرة خطيرة. تتخلص الكرة وتعود أو الكرة الماضية اللي كانت من مختار بالخير إلى خارج أرضية الملعب. هنالك خطأ في اللقطة الماضية لمصلحة الكل يتابع ويراقب. محاولة موجودة سهلة يمشي كرة. الكرة تتخلص من ليونيل وامبا حكم اللقاء الذي أشار إلى وجود مدرب شباب بلوزداد. التسجيل، هل يأتي الهدف؟ لا، خطيرة والكرة تتخلص. ممتازة ذكية الكرة الماضية والكرة تبعد. لا تزال الفرصة قائمة. الكرة تتخلص إلى وجود صافرة وخطأ. يواصل سير نحو المرمى لكن بعد هذه الهجمة، بعد هذه اللقطة، بعد هذه الكرة أمام المرمى. جميلة جدا، حلوة الكرة الماضية، حلوة اللقطة الماضية. كاد أن يسجل في وسط الملعب. محاولة موجودة مستمرة. بالخير يحاول، نقلت الكرة ولا زالت إلى خارج أرضية الملعب وإلى الرمية الجانبية. الله على المرور، الله على الكرة، كرة خطرة ولا زالت المحاولة. يا سلام يا أنس الزنيتي، أنس الزنيتي يبعد الكرة. لا شار، لا شيء، لا شيء مع اللقطة الماضية، لا شيء ولكن لا زال حكم اللقاء إلى ماذا يشير؟ سيعود إلى الفار. جزاء لفريق الرجاء وإلى ركلة جزاء. يسري بوزوق، يسري يسجل 1-0 1-1 في المباراة بعد تقدم شباب بلوزداد بهدف مقابل لا شيء. يعدل النتيجة يسري. يا سلام. شباب بلوزداد أكثر نادي جزائري فاز ببطولة كأس الجزائر 8 مرات بجانب وفاق سطيف واتحاد الجزائر ومولودية الجزائر كذلك. كرة تعود، لمسة وتمريرة، نقل اتجاه الكرة إلى زريدة. يحاول زريدة، يتقدم زريدة، الكرة تعود، لا تزال الفرصة قائمة. حلوة الكرة، حلوة اللقطة، لمسة موجودة أمام الجول. يا لها من كرة ويا لها من لقطة. الكرة الماضية كاد الرجاء أن يسجل، كاد الرجاء أن يصل. وهنا يسري بوزوق، يسري يحاول الهجوم، يتقدم بوزوق، خطيرة براس والكرة والجول. الله، هنالك راية وتسلل، هنالك راية وتسلل، تسلل في الوقت الأخير. أوقات الرجاء هكذا تحضر، أوقات الرجاء دائما تحضر بنفس هذه شوف الكرة، هل كان متسللا؟ هل كان متسللا أم لا في اللقطة الماضية؟ وبالتالي الحكم يشير إلى وجود التسلل وعدم احتساب الهدف الثاني الذي سجله فريق الرجاء. وكيف لنا أن ننسى ذلك الهدف في مباراة 4-4 الشهيرة بين الرجاء والوداد في ذلك الديربي الكبير. نشوف الآن الحكم الذي ينتظر القرار من غرفة الكنترول. أنا قلت قبل شوية أن الكرة ربما فيها شك، هل كان متسللا أم لا؟ القرار سيعود إلى غرفة الكنترول. الحكم المساعد هل استعجل في رفع الراية؟ إذا ما سجل الرجاء سيكون هدف غالي وثمين، هدف غالي وثمين للرجاء إذا ما سجل واحتسب الهدف الحكم العراقي. نشوف نتابع ماذا أشار حكم المباراة. إلى هدف للرجاء.